هل ممكن كتاب واحد يغيّر حياتك؟ في الحقيقة وإجابة سريعة للموضوع ده لأ، ولكن مجموعة من الحاجات القراءة ممكن تعملها، ممكن تغيّر لك حياتك بشكلٍ ما. فالفيديو ده هنحاول إن إحنا نناقش الموضوع ده، فكمّلوا الفيديو للآخر عشان نتكلم عليها. في رأيي المتواضع القراءة أهم حاجة بتعملها هي إنك بتخلّيك open أو بتخلّيك عندك openness وتفتُّح إنك تسمع أفكار مختلفة. بمعنى إنك لمّا بتقرا كتاب أو بتستهلك أي نوع من المحتوى، بيبدأ إنه يchallenge شوية الأفكار اللي عندك. هل الفكرة دي حقيقية أو الفكرة دي فيها منطق؟ فبالتالي ممكن مع الوقت الأفكار اللي عندك تتغير، ولما تتغير الأفكار اللي عندك بيحصل مايند سيت شيفت ممكن يغير لك حاجات كتير جدا في حياتك. لأن فعلا يا جماعة في شوية أفكار عندنا لما بتتغير بتبدأ إن فعلا حاجات كتير في حياتك بتتحسن. فبالتالي أنت بتحس التحسن ده واللي حواليك بيحسوا التحسن ده، وبتتوصل فعلا إن القراءة فرقت في حياتك. تاني حاجة وهي حاجة جميلة جدا القراءة بتعلمها لك هي إنك بتاخد اللي أنت محتاجه بس، او كونسبت مهم جدا بيتقال ان هو take what you want and leave. بمعنى انك بتشوف الكتاب او بتشوف اي محتوى انت بتستهلكه بتسمعه، وعشان انت عندك openness بتاخد الحاجات اللي انت محتاجها بس، لانك بتكون عندك افكار challenged، افكار انت فعلا فاهمها، افكار انت مقتنع بيها وثابته وتحولت الى حد ما في حاجات في حياتك انها تبقى مبدأ. فبالتالي لما بتسمع حاجات جديده عليك ما بتتخضش، بتبدأ ان الحاجات دي بتحاول انك تاخد اللي انت محتاجه وبتادجست على اساس الحاجات اللي انت محتاجها. ومش قصدي انك بتنسلخ، ولكن بمعنى اخر انك الحاجات اللي انت محتاجها بتاخدها واللي مش عاجبك بترميه في الزبالة. فبالتالي بتقدر تستهلك محتوى مختلف ومن ثقافات مختلفة وما تتأثرش. بس عشان ده يحصل يا شباب الموضوع بياخد سنين، ولازم اختياراتك في الكتب تكون فعلا بتخدم اهدافك وبتخدم الحاجات اللي انت عايز تعملها. ما يكونش القراءة مجرد انها متعة بس، لا انت عشان تلاقي في تغيير بجد لازم يبقى اختيارك للكتب مناسب. وانا هشارككم رأيي متواضع في الموضوع ده. اول حاجة بحاول ان انا اعملها ان انا بحاول ان انا افهم نفسي. فلما افهم نفسي بجورنال المشاكل اللي عندي، وباخد فيدباك من الناس القريبة مني والناس اللي ممكن تقول لي رأي كويس، وبشوف المشاكل اللي عندي، وابدأ ان انا اختار كتب بتحل المشاكل دي، او كتب بتخليني اتعامل مع المشاعر او الحاجات اللي عندي. تاني حاجة وهي انك تحاول تقرا بمنهج معين. بمعنى انك لما تيجي تقرا تختار كتب ممكن تكون مترابطه ببعض، يعني تقرا مثلا شويه كتب عن علم النفس في حاجات معينه، يعني انا مثلا الفتره دي بقرا عن ادبيات الادمان، او مثلا انك تقرا لنفس الكاتب كام كتاب. ده برضو بيخليك تفهم فلسفته او تفهم طريقته في التفكير.